حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك. حبايب قلبي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم شيماء من قناه نوري بيتك وحب حياتك. قبل ما ابدا معاكم الفيديو هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. جاي لكم فيديو كده بصوا يعني سهل كده وخفيف وروتين بسيط. يا رب كده الفيديو يبقى خفيف على قلوبكم والفيديو ينال اعجابكم. اهم حاجه ما تنسوش بقى تشيروا مزاجي باللايك الجميل بتاعكم عشان ان انا استمر في تنزيل الفيديوهات. لو لسه ما اشتركتيش اشتركي من كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، فعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بدات كده بقى بصوا الفيديو بتاعي كده بداته كده من الصبح بدري الساعه 9 الصبح. اول ما صحيت معاكم على طول كان عندي بقى بسكوت كده وكان عندي كيك، عملت برضو كيك وعملت شاي. بصوا بقى الفطار ده كنت بحضره ليا انا ويوسف ونورا، لكن ريتاش كانت في الدرس. يوسف بقى هنا هيقول لكم حطوا لايك، شجعونا بقى كده. ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شوفوا هنا كل اشعار، شوفوا كل فيديو جديد بننزله. نورا قولي لاصحابك يلا صباح الخير. عاملين ايه؟ قولي لهم حطوا لايك للفيديو. هنا بقى كده حبايب قلبي بدأت كده ايه اصب بالشاي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطيت بقى بسكوت وحطيت كيكه. احنا بنحب الشاي جدا في البيت يعني عموما، فاحنا بقى من كتر ما بنشربه عيالنا برضو واخدين عليه. اللي هو ايه يعني كل ما اجي اعمل شاي ابني يقول لي اعملي لي معاك يا ماما. فبصراحه يعني اتعودوا عليه تعود جامد قوي. نفسي ان انا يعني على قد ما اقدر ما اعملوش، بس المشكله ان احنا الكبار بنشربه كتير، فهم كمان برضو بيحبوا طعمه يعني اتعودوا عليه جامد يعني. فبصراحة يعني ايه يعني الشاي مش حاجة حلوة للأطفال. بس وبدأت أقلب الشاي كده بقى وكده الفطار بتاعنا بقى كده هيكون خفيف كده وبسيط. هروح بقى افطر كده انا والولاد ونكمل بقى ان شاء الله الروتين كده مع بعض. وبصوا الروتين ده طويل يعني وكده، فانا اسمعه لكم على جزئين. الفيديو ده هينزل لكم والجزء التاني هينزل بعديه على طول، عشان انا مش حابة ان انا اطول عليكم وكده. هنفطر بقى كده وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما فطرت وظبطت بقى ايه مزاجي كده بكوبايه الشاي كده ولقمه الكيكه والبسكوت كده انا وولادي، فتحت كده. بصوا بقى نهارنا كده كان فل وقشطه وياسمين، كل حاجه حلوه. الشمس كانت طالعه، انا بحب الشمس برضو بتاعت الشتاء جدا يعني. بحب ان ما يبقى فيه جو شتوي، احب الشمس كده لما تطلع في يوم كده وتبقى مدفيه الجو. بصوا الجو كان بصراحه كان روعه النهارده. فقلت بقى لا لازم بقى ايه افتح الشقة كلها كده. طبعا انا كل يوم اول ما بنصحى من النوم لازم نفتح الشبابيك ونغير النفس وكده. بس بقى ايه يعني لما الشمس تكون طالعة إيه بنستغل بقى ايه اي حاجة. فقمت جاية بقى ايه حاطة اللحاف بتاعي بقى كده، قمت جاية مطبقاه كده من على الظهر وحاطاه بقى كده ايه مهويه على الشباك، فاتحه الشباك كده على اخره. وقمت جايه بقى ايه شايله المفرش القطيفه ده، وهنغير بقى مع بعض طقم السرير. بصوا هنشقلب الاوضه دي، هنمسحها ونكنسها واشيل السجاد كله وانفضها كده تنفيضه حلوه، وكل حاجه بقى ايه هتتلمع فيها. انا مختصره لكم في الفيديو كتير جدا عشان انا مش حابه ان انتوا تملوا إيه مثلا من حاجه مثلا ايه اطول فيها او كده. في حاجات هعملها وفي حاجات مع نفسي مش هصورها عشان بس ما تملوش وتبقى ايه ابقى دايما كده خافه على قلوبكم. بصوا كده بدأت يا حبايب قلبي انفض المرتبه كويس جدا. احلى حاجه عندي بقى لما ببقى فاتحه الشباك الشمس بتدخل عند المرتبه يعني. هي كانت احنا كنا لسه الصبح، فهي بتدخل اكتر من كده. فالصراحه الشقه عندي صحيه جدا، الشمس داخلها من كل ناحيه ومن كل جزء، حتى شباك المطبخ شباك الحمام كل الشبابيك الشقه كلها من حواليا فاضي، من قصادي ومن ظهري يعني الشقه وكده. فهي بصراحه صحيه، بس للاسف انا يعني هي دور سادس يعني ده العيب اللي فيها، بس ان هي عاليه عليا انا والولاد وكده. تعبنا من السلم بس مش اكتر، لكن هي جميله والله وحلوه جدا ومساحتها كمان معقوله.
هنا بقى كده بدأت اطلع طقم السرير معاكم، وطلعت كمان دفاية، طلعت كده ملاية كده لونها بيج، عشان الدفاية اللي انا طلعتها برضو بني في ابيض، فاكتر ملاية هتليق معايا يعني ايه اللون البيجات وكده. قومي بقى ايه شوفي كده ايه اللي وراكي، عندك ملاية عايزة تتغير، قومي كده لو كسلانة بقى وقاعدة تحت البطانية ومش قادرة تقومي، بجد مجرد ما جسمك يشتغل كده، مجرد ما تعملي اي مجهود ولو بسيطة تلاقي الحركة الدموية، يعني الدم جري في جسمك كده وخلاص بقى تلاقي نفسك اصلا دفيتي، وممكن تكوني حرانة كمان بعد ما كنتي سقعان. فالشغل جميل جدا والحركة جميلة جدا للجسم، فما تستسلميش يعني ايه للسقعة. ممكن تحسي نفسك في الاول كده سقعانة ومش قادرة تقومي تعملي حاجة ومكسلة، مجرد ما تحطي نفسك في اي شغل او تحركي جسمك خلاص يعني الدم هيجري في جسمك وهتلاقي اصلا جسمك يعني ايه خلاص بقى الحركة ايه بقيتي متعودة عليها، بالعكس لو قعدتي هتسقعي اكتر على فكرة. بس وبدأت كده ايه ظبط السرير زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا عندي هنا عقدة من المخدات، يعني ايه بحب كده اللي هي الخداديات الصغيرة دي، بحب اظبطها شوية ايه لما بلاقيها معوجة كده بتضايق شوية. بس وكده خلصنا السرير، وحطيت بقى اللحاف كده على الشباك، وهلم بقى السجاد كده مع نفسي وارجع لكم. هنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما لميت السجاد ونفضته تنفيضه تمام كده على السلم، قمت جايه بقى ايه كنسه كده الاوضه، شلت بقى العسكري اللي هو بتاع الاوضه اللي هو زي كوميدينو كده بس كبير شويه، هما بيقولوا عليه عسكري يعني. بس وبدات برضو ان انا هشد التسريحه وهاخد من وراها، وبصوا يعني هاخد بقى من تحت الكوميدينات وكده اللي هو ايه يعني، مش عايزه ان انا اسيب حاجه مكنوس من تحتيها، اللي هو احنا برضو في شتاء واكيد اكيد يعني مش بنشيل السجاد ده كل يوم، خصوصا لو مثلا محطوط تحت حاجة او صعب يشيله او كده. يعني انا عندي السجاد نفسه، السجادة اللي هي في الأوضة ديت خفيفة، بس طبعا انا حطاها تحت التسريحة وحطاها تحت الكومودينو، فصعب قوي بقى يعني ايه بشيل على طول الجزئين، الجزء اللي انا بكنسه دوت لانه بيبقى قدامي كده، بشيل السجادة على طول في الجزء دوت، والحتة اللي هي الجزئية اللي هو عند الشباك، لكن الجزئية اللي بره عند التسريحة دي السجادة بتبقى ايه بصراحة يعني ايه فظيعة. هنا بقى بعد ما مسحت السيراميك شفتوا بيلمع ازاي بقى زي الفل كده ونشف، بدأت بقى افرش السجاد تاني معاكم، وخلاص كده ده شكل الغرفة. بصوا الشمس بقى داخلاها كده ومسحت بقى لمعت المراية بتاعت التسريحة خليتها زي الفل، كل الحاجات دي مرضتش اصورها معاكم عشان ما اطولش عليكم. وكمان لمعت التسريحة ولمعت الدولاب ولمعت السرير والاتنين كومودينو والاباجورات، كل حاجة متلمعة، والشباك بقى كده مفتوح والشمس داخلة، والغرفة بتاعتنا بقت زي الفل. لو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي على خير، ومع السلامة.